يرحمون، لا صغيرة ولا كبيرة سن. يغتصبون النساء، شتى الطرق، شر التأديب، ينزعون ملابسهم. يا اخواني حسوا، يا مسلمين حسوا، يا سنة حسوا، يا. وعن أوضاع المعتقلات داخل السجون الحكومية وللمزيد من التفاصيل معنا السيدة أم ياسر، إحدى المعتقلات بسجون الحكومة الحالية. أختي أم ياسر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أختي أم ياسر، يعني بالشفافية ووضوح، ما هي حالة السجينات في السجون الحكومية وفقا للحقيقة ودون أي ضغوط؟ أنا أم ياسر من أحد السجينات العراقيات من سجن المالكي. نعم. أنا أشكر قناة الرافدين على هذا الاتصال. يعني ما تدرون أنه شرح المعاناة اللي قاعدة نحكيها يا أخي. شوفوا الاغتصاب اللي قاعد يجري يوم 6 مرات، وحدتنا نتعرض بالاغتصاب وتوصل بينا ل9 مرات باليوم انه يتكون عرضنا والتعذيب. يعني الفلقه اللي يشدونها واحده ما عندهم حامل، شدوها فلقه سقطت الطفل والطفل مات وهم ما نزلوها، يشون بينا بالجزائر ويمرقون على اجسادنا نايلون واحنا عاريات ياخذون التحقيق، ونور المالك انه ينفضح على الفضائيات. والاعتصامات مال المتظاهرين يدزلنا وفود لجنه للمعتقل ويساوون بينا لجنه الصميدعي هو ومعممين وياه. يعني ام ياسر فيما يخص نعم وما نفضح نور المالكي على هذا اللي قاعد يجرى ويصير. يعني انه نذكر هذا الكلام ونقول ماكو هيك حكي، لا انتهاكات لا تعذيب لا اغتصاب، نكون هذا الحكي طيب. ونطلع كل يطلعونا ويدزنا يقول تجوني للمكتب مالتي جريت الرواتب الشهريه، بس هذا الحكي ما حد يدري يعني سر يصير. يعني يساوم اللي ينتهك عرضها يساوم بيض الراتب. شنو غيرته هذا؟ شنو ما عنده غيره؟ ما عنده شرف؟ ام ياسر ام ياسر يعني اريد اسالك ولو يعني يعني نتكلم باللهجه العاميه افضل. ام ياسر، لجنه الحكماء التي ارسلها المالكي بعضوية الشيخ مهدي الصميدعي، هل يعني قدمت لكم اي خدمه؟ هل يعني رفعت الظلم والحيف عنكم؟ لا قدمت لنا اي شيء. شافوا بعيونهم الانتهاك والتعذيب، فقالوا لنا انه تساومون يعني نساومكم بين اثنين. تنكرن هذا الكلام وتطلع تجي من المكتب مالتي ورا ما نطلع يسوي لنا رواتب يجري لنا رواتب شهريه، لو يرجع يعاد عليكم التعذيب والاغتصاب والانتهاكات. واذا ما نكرتن هذا الكلام يعني هذا احنا وين رحنا وين جينا؟ انا اطلب من الشيوخ العشائر اهل الغيره يظلون معتصمين، احنا ما عندنا غير الله ثم هم، وعلماء الدين اللي يقفون على المنابر وينهون عن الفحشاء والمنكر خليجون ويشوفون التعذيب والانتهاكات. جريمه يا ناس في عالم والله جريمه. السيدة أم ياسر، إحدى المعتقلات بسجون الحكومة الحالية، شكرا جزيلا لك، لقد أدميت القلب.